وتعالَ هاقول لك من الآخر إيه لو لقيته اردم وما تكمّلش، لإن ما فيش أي حاجة حتى لو في مباني تحت. لو بتشوفني من على اليوتيوب أو من على الفيسبوك اشترك في القناة وتابع الصفحة وابعت الفيديو ده لأي حد تعرفه ماشي في الموضوع ده، لعل وعسى يكون كلامنا سبب في إن بيته ما يتخربش. تعالَ هنروح على طول لأول حاجة، ما اجريش ورا إيه، وإيه لو لقيته أردم وابعد عن الموضوع، وإيه أخطر وأكتر حاجات بترتكبوها أثناء الموضوع أو أثناء الحفر بتاعكم، سواء بتأدي للمَيّة أو بتأدي للهيلان أو بتأدي للكلام ده كله. هاحكي لك اللي أنت عايز تسمعه بطريقة قانونية شوية. إيه لو لقيته أوقّف حفر يا ابن عمي، سواء مباني أو رمال أو أنواع الطين، الطبقات اللي أنتم بتقولوا عليها دفن، وإيه من الشقف والأشياء الأخرى اللي لو لقيتها بافهم منها لو كنت في الأرض الرملية الطينية يعني، إن ده تَلّ أو خلافه، وهل كانت معيشة والّا دفن، وهل هاستمر في المنطقة والّا ما استمرش أصلًا واردم وأروح منطقة تانية أو زي ما أنتم بتقولوا نرحّل فين وما نرحّلش فين، بالدليل والإثبات عند حضرتك، من عند حضرتك مش من عندي أنا كمان. أنا هادّيك نوع الحاجة وقالوا لك عليها إيه، وإيه أنت اللي قابلك، بدليل إن ما فيش اللي قال لك عليه هو. رقم 1 الرمل بأنواعه، إن كان عجمي زي ما بتقولوا أو شبه الدقيق زي ما كانوا بيقولوا، فاهم؟ أو رمل سفحُ أو رمل حرش أو رمل خشن أو رمل ناعم أو رمل بأشكاله، ألوانه، أحجامه، أطواله، أي نوع من أنواع الرمال. أنت لا على سقف ولا عندك سقف ولا نازل على مقبرة ولا جنبك مقبرة، لأن المنطقة اللي فيها الرمال دي هي طبيعة أرض. إن كانت بادئة معاك من على وش الأرض أو بادئة معاك على عمق حتى لو كانت 2 متر أو 3 متر طول في عرض، وهو ده البداية اللي بتخلّيك الله! لمّا البلد كلّها طينة اشمعنى الحتّة دي رمل؟ هي دي بقى اللي يجيبك بيها ويصيدك فيها، إنه طبقة هاشة لا يصلح فيها لا بناء ولا غير بناء، أو بدأ معاك برملة وبعد كده طينة، أو العكس بدأ معاك بطينة وبقت بعد كده رملة، أو العكس كلّه بقى الاتنين على بعضه، سواء رملتها كتير أو طينتها أكتر. أنا باجيب لك الدلايل اللي قابلتك أهو، ما تكمّلش مش هتلاقي فيها أي حاجة، بدليل برضه إنّك مجرّد ما دخلت الطبقة دي ظهرت عليك المَيّة والحكاية والرواية والهيلان، وكل اللي لقيته في المنطقة دي طبقات متحجّرة على شكل عروسة والّا مش عارف على شكل فرس أو على شكل مش عارف إيه، فقال لك أو طينة فيها حاجات بتلمع، فقال لك ده التبر الدهب، فإذا كده هنا في آثار، أو 3، 4 شقفات، فربط لك القصة دي كلّها عشان الشقف قديم وهو فاهم إن الشقف معناه آثار، فقال لك إن أنت عندك آثار. نروح بقى لأكتر حاجة الطينة، شئت أم أبيت يا أبو الصحاب، الطينة اللي أنت نازل فيها دي هي طبيعة أرض، لقيت فيها سقف، لقيت فيها عضم، لقيت فيها أي اللي أنت لقيته فيها، هو مش طبقة حاططها عشان يقول لك إن دي اسمها دفن، فهي أصلًا طبيعة، فإحنا بنقول عليها طبقات التربة. فخلّيك ماشي معايا للنهاية وهادّيك الدليل برضه على كل كلمة هاقولها لك. طبقات التربة، أول حاجة واللي بيربطك بيها اللي بيقول لك طبقة مطاطية، وإن الآثار تحت الطبقة دي، أو اسمها الطبقة المطاطية دي اسمها طبقة عازلة وهو المكان فوقيه، فامشي مع ميول الطبقة، ده بيقول لك كده، امشي مع ميول الطبقة أو عكس ميول الطبقة فتدخّلك المقبرة. طيب الطبقة المطاطية دي اتكوّنت في الأرض بسبب تشبُّع التربة بالمياه، فاتحوّلت للقصة دي، بدليل إنّك لمّا بتنكش فيها تطلع عليك المَيّة. ربطها لك ليه بالمكان؟ ربطها لك بالشقفاية والعضماية والطوباية والزلطاية اللي لقاها حوالين المكان، هوب قال لك بُص ده آثار. طبقة الصلصال واللي بتبقى على 3 ألوان، زيتي ورصاصي وأسود. الطبقة الصلصال ده يا ابن عمي ظهورها برضه مش دليل إن أنت عندك آثار، دي طبيعة أرض، اتربطت بالآثار ليه؟ عشان المُعظم لمّا قابل الطبقة دي، قابل معاها شقفاية و2 و3 وحتّة صغيرة وحتّتين ومش عارف إيه، يقول لك ده شقف، وطبعًا أي شقف تحت الأرض معناه إن في دفن. هكذا بقى ينطبق على الطبقة الخضرا والطبقة الزرقا والطبقة الحمرا. إيه الصح؟ الردم، ردم أثري، طبقة هشة بداخلها قوالب طوب وينصص قوالب وفخار ولو لقيت عضم ماشي، ده اسمه الردم. بالنسبة طبعًا يعود كل ده بقى للفحم، الفحم والكلام ده والنقط السودا اللي بتقابلوها دي تعفن تربة. الفحم ده راجع إن المنطقة كانت زراعية قديمًا وانطلقت طبعًا مع التفاعل الأرض اتحرق، صدف معناه إن مجرى مائي، كان في مجرى مائي طبيعة أرض أصلًا، مش بيصدق. عندك بورسعيد، عندك الإسماعيلية، عندك البحيرة، عندك
الدقهلية اسألهم طبيعة أرضكم إيه، هيقول لك حاجة اسمها الجماص اللي هو الصدف، سواء بقى مطحون أو كواكع أو اللي عامل زي الفلول اللي هي النصين ده، أو أشكال وألوان. تعالى بقى نروح الشواهد. ناس كتير بتنقب بتلاقي حاجة اللي اسمها الخوابير دي. لو أنت في الأرض الطينية أو الرملية ولقيت الخوابير دي، اردم وما تكملش في المنطقة كلها، وأنت اختل، وبنسبة كبيرة هيبقى تل معيشة. في ناس تحفر تلاقي حاجة اسمها الأنفورة، اللي هي الزلعة الطويلة أوي ده، اللي مسحوبة لتحت كده، سواء ليها ودان أساسي لازم تلاقي ليها ودان، وليها أشكال كتير. لو مسحوبة لتحت خالص ده اسمه ده روماني، وده يا أبو الصحاب كانت بتستخدم في حفظ النبيت أو السوائل، بس دي مخصصة للنبيت. يعني حضرتك في منطقة معيشة. ده بالنسبة للشواهد اللي انتوا بتقابلوها، اللي حضراتكم بتقولوا عليها سراديب، اللي مبنية بحجارة شبه بتاعة اللي احنا بنستخدمها دلوقتي في تبطين الطرق والمصارف. عارفها سعادتك، نفس الشكل ونفس الحجم، هتلاقي سراديب معمولة بيها، مش مبنية متركبة فوق بعضها، متغرزة كده في الطينة، مسنودة في الطينة كده على بعضها. ده لا سراديب دفن ولا وهمي ولا ليه علاقة. دي ايه؟ دي سراديب مياه، ما هو قنوات مياه. اخطر حاجات بقى حضراتكم بتعملوها هو انك تقطر ورا اي شيء. ناس كتير قوي ممكن وهي بتحفر تيجي في منطقة معينة على عمق معين، تلاقي المنطقة دي مختلفة عن باقي المناطق، فيجي منطقة معينة فيها يقولوا ده فحم اهوت وشقف وعظم، وهو ده القرابين، ده المدخل، ده المخرج، ده مش عارف ده مش عارف ايه. الحجارة في الأرض الطينية، سواء مرصوصة في الأرضية، أو عاملة زي شرايح البلاطات، أو قطع كبيرة كده معمولة في الأرضية، أو مرصوصة في الجنب، أو معمولة بطوب أحمر كمان، يعني حتة حجر أبيض جنب منه حتة حمراء جنب منه طوب أحمر. كل ده شغل مية. ولو لقيت الأبيار متمحرة من الداخل بالذات بالطين، سيبها وامسكه. ليه؟ إن دي أبيار تخزين. الطبقة الشوكية دي من فعل الطبيعة، اتحجرت واتعملت كده بفعل الطبيعة، مش في فعل الفراعنة. مش الفراعنة هم اللي جم عملوا طينة شوكية وحطوها لك عشان لما الطينة تشكوكك تعرفك ان انت عندك اثار. لا، ما فيش الكلام ده. دي بفعل الطبيعة، طبقات تم تحجيرها او تفاعل الارض حصل معاها كده، ملهاش علاقة بالاثار وملهاش علاقة انت حتى نزلت 100 متر ولا مليون متر لقيتها في الاول لقيتها في الاخر، ملهاش علاقة بالاثار. وارجع اقول لك يا صديقي ان كل ده وهم، كل ده كذب، وكل ده فخ بينعمل لك عشان يتعمل عليك نصبية. وارجع اقول لك تاني ان كل ده مخالف للقانون ويعاقب عليه القانون، سواء في ارضك او في ارض غيرك. لو عجبك الفيديو يا صديقي ابعته لاي حد بيحفر، لعل وعسى كلامي يجيب نتيجة معاه او يمنع خراب بيته. انا احمد سفاري، ودي صفحة زي الاشارات ما بتقول. السلام عليكم.